صلوا على خير الأنام، صلوا على طه الرسول، صلوا على عيسى السلام وبركة مريم البتول. حب وسامح، غني مدايح، قول إنشاد أو قول ترانيم، آل البيت وآل عمران، القرآن والإنجيل. تعال خد مني المفاجأة دي واتحداك لو استوعبت اللي جواه. أنا طه اليوسفي وده برنامج حكاوي مصري. أكيد هتعيد الفيديو ده حوالي يعني أقول مثلا 15-20 مرة كده عشان تستوعب اللي جواه ده بجد ولا بجد. مش بقول لكم كل ما هو حصري فقط على شاشة حكاوي مصري. إنك أنت تسمع مبتهل أو مداح لسيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أو أي مسلم بيمدح في سيدنا النبي، أكيد هتستمتع بس مش هتستغرب. لكن اللي هتستغرب له هو اللي هتسمعه في الفيديو ده اللي هسمحه لك. وتعالى نسمع ونشوف مين اللي قال مدح في سيدنا النبي وليه قال ده. اسمع كده وشوف وتعالى أكمل لك باقي الحكاية. خايف من حاجة بقى. الوقت بتاعنا بيجري، بس في حاجة مهمة جدا ما ينفعش أقفل بيها طبعا. اتفضل. يعني ما ينفعش نعديها، اللي هو حضرتك أنت عملت قصائد مدح في الرسول عليه الصلاة والسلام وانت الجميل المحترم المصري القبطي هاني شنودة. ما كنتش خايف؟ يعني انت ما كنتش، انت لا محتاج دلوقتي تجامل حد ولا محتاج شهرة، فانت عملتها بايه بقى؟ ما انا هقول لك، انا عملتها رد جميل. الله عليك. في ايه بقى؟ سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام له جميل في رقبه كل قبطي. قال اوصيكم باقباط مصر خيرا فان لنا فيهم سهرا ونسبا. هو يقول عليه نسيبه وانا ما امدحوش؟ ده انا ابقى جاحد وقليل القيمه. الله عليك. 2، الايمان بالاديان كلها واجب. لما تقول فيه بقى دين لا مش مؤمن بيه، يبقى ما انتش مؤمن بولا دين. مفيش حد مؤمن بدين واحد فقط يبقى اسمه مؤمن، ده يبقى اسمه خارج الاديان. كويس. واحنا عملنا الاغنيه اللي اشتهرت قوي منهم. احنا هنقدم حفله في المولد النبوي السنه الجايه ما فيهاش غير قصايد ومداح نبويه. ده الانفراد الثاني بقى. الاغنيه اللي نجحت قوي بتقول، وهنصورها قريب، تقول صلوا على خير الانام، صلوا على طه الرسول، صلوا على عيسى السلام وبركه مريم البتول. حب وسامح، غني مدايح، قول انشاد او قول ترانيم، آل البيت وآل عمران، القرآن والإنجيل. الله عليك. شوف بقى اللي جاي ده. نسب النبي ومن عندنا. صح. خطوة عيسى وعلى أرضنا. مصر يا وش جميل ومريح بحب محمد والمسيح. مين في الدنيا بقى زينا ولا يفكر ولا يكون؟ صلوا على خير الانام عليه الصلاه والسلام، على سيدنا محمد وعلى عيسى السلام وعلى الرسل اجمعين. انا عايز اختم مع حضرتك بحاجه غير العاده. انا صوتي نشاز اسمحوا لي، بس الراجل ده يستحق كل التقدير وكل التحيه. عايز اقول لك موال. اتفضل. بقول لك يا عم ده انا كل ما بشوف جمال القمر بتخطر يا هاني على بالي، ويهون عليا السهر والدنيا مع الحانك بتحلالي. شفتوا؟ عارفين ده مين؟ ده الموسيقار الكبير القبطي الأستاذ هاني شنودة، اسم معروف في الوسط الفني. ده اللي لحن لنجاة والأستاذ عبد الحليم حافظ واكتشف عمرو دياب وغيرهم من كتير من الفنانين. الراجل ده مثل قمة الإخلاص وقمة التسامح والتصالح الإنساني مع النفس. يعني ده نموذج مصري محترم جدا جدا. شفتوا قال إيه؟ يا مؤمن ده الراجل أجبرني من ذوقه إن أنا أقول فيه شعر في آخر الفيديو. حابب تسمعه تاني عشان تتأكد؟ هو الأستاذ هاني شنودة اللي مدح سيدنا النبي في الفيديو وقال فيه الكلام اللي حضرتك سمعته. بقى ممكن دماغك ايه تقول لك يعني هو نفس ذات. طب انا في حاجه تانية عايز اتاكد منها. هو انا اللي موجود معاه في الفيديو، انا نفس ذات المذيع. ووفر كده الباقه بتاعتك، وعشان خاطر الفيديوهات اللي جايه كمان على نفس القدر حلوه وكلها مفاجآت. مش بقول لك كل ما هو حصري في حكاوي مصري.